أهلا بيكم في بودكاست أبسط. النهارده هنتكلم عن موضوع بيمسنا كلنا وممكن يكون من أهم اهتماماتنا. هنتكلم عن الموضة، بس مش هنتكلم عنها من منظور اللبس أو اللون أو الترندات، لا احنا هنتكلم عنها من منظور علم الاجتماع وعلم الاقتصاد. معانا أسئلة كتير قوي عايزين ندردش فيها مع ضيوفنا. سؤال زي هل كل طبقة اجتماعية ليها الموضة الخاصة بتاعتها؟ هل احنا اللي بنختار هدومنا فعلا ولا الاقتصاد هو اللي بيختار لنا؟ أسئلة كتير عايزين ندردش فيها، بس قبل ما تجاوب على الأسئلة دي استنى شوية هبسطها لك يمكن تغير رأيك. اهلا بيكم من جديد في بودكاست ابسطها لك. عايز ارحب بضيوفي. الضيف الاول دكتور محمد حسين، مدرس مساعد بقسم الاقتصاد كليه تجاره جامعه قناه السويس. اهلا دكتور. معانا برضو دكتوره رغده، مدرس مساعد قسم علم اجتماع كليه الاداب جامعه قناه السويس. أهلا وسهلا. دكتوره رغده، عايز ابدا معاكي. بنشوف ان احنا كل شويه بيظهر شكل جديد في الموضه بشكل سريع جدا. يعني في الاول تلاقي بنطلون ضيق، وبعد كده البنطلون الضيق المقطع، وبعدها بنطلون الواسع والبنطلون الواسع المقطع. فاصبح ان الموضه بتتغير بشكل سريع جدا، ولدرجه ان انا لما بقرا في الموضوع لقيت ان في مصطلح بيستخدم اسمه الموضه السريعه. يعني ايه موضه سريعه؟ بص أنا هقول لك حاجة. الموضة دلوقتي بقى فيها نوع من أنواع السيولة. زمان كانت الموضة صلبة شوية. يعني إيه صلبة؟ يعني كل بيئة بتتمسك بالعادات والتقاليد بتاعتها قوي، بالموضة بتاعتها، بكل حاجة خاصة بالبلد دي. لكن بعد كده حصل نوع من أنواع السيولة. السيولة دي إنها بقت مرنة جدا، بقت متغيرة جدا، بقت سريعة جدا. وده طبعا اللي قاله عالم الاجتماع البولندي زيجموند باومان. عمل سلسلة اسمها سلسلة السيولة، فاتكلم عن الثقافة السائلة. الثقافة السائلة من ضمنها الموضة، والموضة دي تعتبر سائلة. يعني بدل ما هي كانت صلبة، يعني مثلا هديلك مثال. زمان كانت الموضة بتنزل 4 مرات في السنة، صيف شتاء خريف ربيع. تمام. فكانت بتنزل 4 مرات. فهي كانت علشان تنتشر بعد كده، يعني مثلا من بلد المنشأ عشان تنتشر بتاخد وقت على ما بتاخد توصل وقت لبلد كتير تانية. جدا. بالظبط. لكن دلوقتي بقى فيها سيولة، بقى فيها مرونة. دلوقتي عشان تروح فرح لازم لبس جديد، علشان تحضر حلقة بودكاست لازم لبس جديد، علشان أي مناسبة في حياتك لازم لبس جديد. كل مناسبة بيبقى لها لبسها، وكل مكان بيبقى ليه لبسه وليه موضته وكل حاجة. صحيح صحيح. دكتور محمد، عايز يعني انقل مع حضرتك في سؤال مهم. السيولة اللي بتتكلم عليها دكتورة رغدة بيخلي ان زي ما قلنا الموضه بتنتشر بشكل سريع جدا. هل مثلا من ناحيه الاقتصاد هل ده بيكون سببه ان انا عاوز البي رغبه الانسان ان هو عايز يشتري او عايز يواكب الموضه فبيلحق يشتري، او ان في طلب كبير قوي على الملابس فاحنا بنحاول ننزل اكبر قدر ممكن من المضاد؟ ولا هي الفكره كلها فكره ان انا عايز اخلق جواك حته رغبه في الشراء، ان انت عايز تشتري كل ما هو جديد، مش ان انت تلبي احتياجاتك ولكن انت عاوز تواكب الموضه؟ بص، هو في الحقيقة يعتبر الاثنين. خلينا متفقين ان الموضة لما بتطلع، علم الاقتصاد قال احنا هنبص على الموضة ازاي، فقال لك بص على الاقتصاد السلوكي. هو من الاخر ايه اللي بيخلي الاشخاص يشتروا، ياخدوا قرار الشراء ده؟ الموضة دي نزلت، مين اللي هيستجيب لها ومين اللي مش هيستجيب لها؟ قال لك تمام، الناس بتشتري ليه والاقتصاد فصل الشراء ليه؟ قال اول حاجة والله في رغبة في التفاخر. ممكن يبقى حد عاوز يشتري حاجة عشان يتفاخر بيها، ممكن حد يشتري حاجة عشان ما يحصلوش تراجع عن اقرانائه، اللي هو انا كل الناس معايا الحاجه دي، طب اشمعنى انا ما عنديش؟ ممكن حد يبقى بيشتري حاجه عشان مثلا التقاليد بتاعته بتسمح بكده، او العادات بتاعته عاوزه كده. بالظبط. قال خلاص دي الدوافع اللي بتخلي الناس تشتري. الموضه بقى ايه اللي بيحركها؟ الاقتصاد قال بصوا الموضه بتحصل على كذا ويفي، كذا موجه. تمام. قال لك اول موجه بتبقى نتيجه للرغبه للتفرغ، ودي الطبقات الغنيه اللي بتطلع الاول. يجي مثلا براند مشهور يطلع موضه فالناس تبتدي تبص عليها، الناس عندها حب للتفرغ. او زي مثلا الشركات الأساس. الانتاج السيارات مثلا اللي بيقول لك احنا بننتج 10 سيارات في السنه، فهو مثلا عاوز يلحق يشتري واحده منهم عشان عاوز يلحق يشتري عشان يبقى مختلف عن الناس. بالظبط. فدي الويف الاولى، مش تلبيه احتياجات، هي لسه رفع. مش تلبيه احتياجات. فالويف الاولى هو عاوز ايه؟ يبقى مختلف. طيب ابتدى الانتشار يحصل، ابتدت شركات تانية تخش السوق. الويف الثانيه والثالثه الناس عاوزه تقلد الناس اللي كانت متفرده. فاهم قصدي؟ فنقدر نقول هو في الاول بيبقى رغبه ان الشركه بتخلق لنا حاجه للمنتج ده. في الناس الطبقه الاولانيه، الموجه الاولانيه خلقوا لنا دافع شراء بنطلون بشكل معين، هو ما كانش الرغبه دي موجوده، بس طلعت لما الشركه عرضته علينا وبينت لنا قد ايه هتبقى انت مختلف، يبقى هي كده خلقت رغبه.
صحيح. ثم الحوار بيتنقل لأ ده مش رغبة بس، أنا عاوز بقى في السوق في طلب كبير، زي مثلا في براند مايوهات مثلا مشهور، مايوهات بيكني مشهور قوي تمام بتاع هادية غالب. في الأول الناس قالوا إيه، كان الحوار لأ هي بس اللي بتعمل المنتج ده والحوار جديد، فالناس اللي بتشتريه بقت تشتريه رغبة في التفاخر، بالظبط. عاوزة تقول إن أنا عندي البراند ده في الأول، فهي خلقت الأول الرغبة عند الناس. بعد كده مع الوقت التاني لقينا في براندات تانية بتعملها. طب ليه؟ علشان خلاص بقى في طلب في السوق عليها، فيلا بقى نلبي الطلب. فهي الموضوع بتبقى في الاول خلق للرغبه، بعد كده تلبيه للطلبات. طب انا عايز انقل لحضرتك حاجه تانية برضو. في حاجه يعني وانا ببحث في الموضوع لقيت في ما يسمى بالموضه المستدامه. ولما قرأت عنها لقيت افتكرت انا نفسي يعني كان في مرة في الدوري الاسباني كان ريال مدريد بيلعب مباراة في 2017 او 2016 مش متذكر، وكان لابس التيشيرت ده مصنع من مخلفات البحر. كان الفكرة منه ان انا بنقل للناس ان احنا بنعيد تدوير نحافظ على البيئة وبنعيد تدوير مخلفات البحر مرة تانية. فكرة الموضة المستدامة يعني في ظاهرها انا من وجهة نظري هي في ظاهرها جميل قوي، احنا بنحافظ على البيئة و لكن لما نبص للجوهر بتاعها بنلاقي ان هي يعني انا بحس كده ان هي فكره تسويقيه. الحق اشتري الموضه المستدامه عشان تبقى محافظ على البيئه، زي دلوقتي بنشوف كده يعني مثلا البسكوت اللي بيتعمل ممكن تاكله بالورقه بتاعته عشان خاطر ما ترميش الورقه وتبقى محافظ على البيئه. ايه رايك في موضوع الموضه المستدامه؟ بس خلينا متفقين، او انا متفق معاك في النقطه دي، في نقطه ان هي موضه، وهي فعلا موضه مستدامه وهي موضه. بمعنى انا كشركه بيهمني ان انا احقق ارباح، وبالتالي ان انا اوفق رغبات الناس اللي انا بلبي احتياجاتهم. يعني مثلا في ناس عاوزه التيشيرت ده بس هي عندها رغبه ان هي تظهر قوي بصوره انا بحافظ على البيئه. حلو، يبقى انا خلاص هبتدي امشي لهم في الاتجاه اللي يقول انا هعمل لك تيشيرت في جزء ريسايكلينج، في جزء بيحافظ على البيئه، فتلبي رغبه ان انت جبت تيشيرت مختلف، وفي نفس الوقت تلبي رغبه عندك ان انت ايه، قلت انا من الناس اللي بتخدم البيئه، انا من الناس المحافظه على البيئه. فهي فكره ان هي اتجاه كده بتروح له الشركات نتيجه لتلبيه احتياجات تانية غير الاحتياجات الاساسيه للمنتج. المنتج مثلا بيلبي زي ما قلت لك لبس، فده الاحتياج الاساسي، بس يا سلام بقى ان الشريحه بتاعت العملاء بتاعتي محتاجه تلبي ده وتقول جنبه انا بحافظ على البيئه. فانا بلبي لها الرغبه دي، بقول لها خد التيشيرت من عندي هتلبس حاجه على الموضه وفي نفس الوقت محافظ على البيئه. فانت حسيت عارف اللي هو اشبعت رغبات جواك اكتر، فساعتها كمان هتلاقي مبيعات الشركه بتطلع اكتر، مبيعات الشركه واللي قدامك عايز يشتري بقى اللي هو ايوه، لان هو بيوفق بقى مش رغبه عنده، رغبات كتير ظهرت عنده. طب دكتور الرغده، دكتور محمد دلوقتي اتكلم انه الطبقه العاليه مثلا اللي هم عندهم الرفاهيه ان هم يشتروا البراندات العاليه، وفي طبقه تحتهم هي عايزه تقلده. من الجملة دي في سؤال عايزين نسأله، هل الموضة تحولت إلى كونها كانت لغة جمالية بنلبس الموضة عشان نبقى في أشيك صورة لينا عشان المناسبات زي ما بتقولي؟ هل الموضة دلوقتي تحولت لكونها لغة طبقية، بقت لغة طبقات، كل طبقة ليها اللغة بتاعتها في الموضة اللي بتتميز بيها؟ هل هي لغة طبقية؟ هي لغة غير لفظية، أنا باقول لك أنا مين من غير ما أتكلم. بلوجو بقى، بساعة شكلها حلو، أيًا كان بقى بإيه، بس أنا باوصّل لك رسالة إن مكانتي في المجتمع أنهي طبقة، طبقة غنية، طبقة متوسطة، طبقة فقيرة، تمام؟ فلو طبقة غنية أكيد هابقى لابسة براندات وهاحافظ إن أنا ألبس براند طول الوقت، باسعى إن أنا أكون متفردة أو لابسة حاجة مميزة، تمام؟ بعد كده المتوسطة دايمًا بتحاول إنها تقلد الطبقة الغنية، بتقلدها مثلًا بس مش يعني دايمًا بتلبس إيه، التقليد التقليد أيوه بالضبط. الفقيرة في متناول الجميع. الفقيرة للأسف بيبقى طول الوقت يا إما لبس مستعمل. إحنا هنتكلم في نقطة لبس المستعمل، بس يعني أنا باتكلم برضه بالحتة بتاعة يعني كل طبقة زي ما قلنا هي لبسها بيعبر الهاي كوبي بتاع الطبقة اللي هم نص نص، البراند الأصلي اللي هو بتاع الطبقة العالية. بس الفكر ده هو اللي عامل مشكلة. مثلا هل أنا أقدر أتحرر من فكرة إن أنا أخلي لبسي بيعبر عني؟ يعني مثلا أنا ممكن يعني شخصية ما مشهورة كان بيقول والله ده أنا بلبس حاجات يعني من براند كبير كده، بيستخدم البراند ده ويقول يعني ان من خلاله احنا غلبان، ده انا بلبس مش عارف من كذا، رغم ان البراند ده احنا ما نعرفش نخشه يعني كلنا هنا غلابه، ما اعتقدش في حد في الاستوديو هنا غني. بس يعني ازاي اتحرر من الفكر ده ان انا عشان خاطر عايز ابان ان انا واو
من طبقة ما فيش منها 2 بقى، فأروح أشتري تيشيرت ياخد مرتبي شهرين 3 مثلًا. إن أنا أكون نفسي، إمم. إن أنا ألبس الحاجة اللي شبهي، مش كل حاجة بتنزل أجري وراها أو إن أنا أقلدها، إمم. لأ أشوف إيه اللي شبهي وأعمله. يعني مثلًا في لبس معين نزل اللي هو الفترة دي دايمًا هتلاقي اللبس اللي هو الover size، طب ده شبهي، مش شبهي، مش من باب التقليد إن أنا هاقلد وخلاص، لأ ده شبهي، شبه هويتي، شبه عاداتي وتقاليدي، بس أنا بتلاقي بيئتي، الشاب كل رفيع أوي ولابس over size شكله بالضبط، غريب يعني. الشكل صعب أوي، أوي. طب أنتم فكّروا في الحاجة الأول، هي شبهكم والّا لأ؟ صحيح. أول حاجة. تاني حاجة، هل إن هي مريحة، أنتم مرتاحين وأنتم لابسين الموضة اللي نازلة دي، والّا تقليد وخلاص؟ فلازم برضه تكون مريحة بالنسبة لي، أنا مرتاحة وأنا ماشية فيها وأنا قاعدة بيها، فأنا مرتاحة باللبس ده. حاجة تانية إن أنا أحافظ على حتّة إنها تكون مستدامة، أو زي ما أنت قُلت إعادة تدوير، إن أنا مش كل حاجة trend لازم إن أنا أقلدها، لأ ممكن يبقى عندي قطع basic جدًا وإن أنا أعمل لها إعادة تدوير، ألبسها في كذا حاجة، أعمل لها إعادة تدوير طول الوقت، فاهمني؟ اللي هو بعد سنين لأ ما بتقدمش، قطعة تقدرش ثابتة عندي في الدولاب، هي أقدر ألبسها في كل وفي مناسبة. ناس بتعمل صبغة للتيشيرت، فهو لونه أحمر يعمل له صبغة يبقى لونه أسود، يبقى استخدمه تاني يبقى اسمه جاب تيشيرت جديد، يعني في ناس بتعمل كده. بالضبط صح؟ أيوه. دكتور محمد، الأحياء الشعبية اهم. هي الغير قادرة على إن هي تشتري البراندات والحاجات القوية. الأحياء الشعبية دي هل قادرة أو هل هي بتعمل كده فعلًا، هي بتخلق لنفسها موضة خاصة بيها، تعبّر عن نفسها؟ بس خلّينا بس يعني دايمًا كده بنحاول في الاقتصاد نفصل بين حاجتين، بين فكرة حي شعبي أو مصطلح حي شعبي ومصطلح الأحياء الأكثر فقرًا. لأن عارف أحيانًا بيحصل عندنا في مصر الخلط شوية، يقول لك مثلًا ده حي شعبي يبقى ده من الأحياء الأكثر فقرًا أو مثلًا الأقل قدرةً، لأ في فرق بين في فرق، لأن أنت ممكن عندك أحياء شعبية مثلًا في مصر لأ فيها أنت عندك مثلًا الشرابية مثلًا حي شعبي كبير تمام. بس لأ في ناس عندها قدرة شرائية هايلة جدًا، تمام؟ فخلّينا نتكلم لو أنت تقصد بقى طب خلّينا نتكلم على الاتنين، يعني مثلًا لو أنا باتكلم على حي شعبي عنده قدرة شرائية كويسة، لكن هو عامل لنفسه هالة معينة. في الغالب هو بيروح ناحية أنا هاستفيد من الموضة الجديدة بس هاخد ليها الطابع الشعبي أو الشرقي بتاعنا، تمام. فاهم قصدي؟ فدول بيظهر برضه وبيظهر الطابع ده، بس زي ما قُلنا بيميل أكتر يعني الدافع عنده إن هو إيه، لأ أنا هاتمسك بالصورة النمطية بتاعة الحي الشعبي، فاهم قصدي؟ الحي الشعبي التاني بقى اللي لكن هو اللي مش لاقي الحي أصلًا. الأكثر فقرًا دي طبعًا بتبقى في الغالب هي المشكلة، وهي دي بقى اللي بنشوف فيها الموضات الأكثر غرابة. ليه؟ لإن هو عاوز يلبي حاجة مش في قدرته الشرائية للأسف، عاوز يلبس مثلًا براند معين، عاوز يلبس حاجة، فعارف أنت اللي هو إيه، أنا باكتّر منها أوي عشان أبان إن أنا زيّهم، فاهم قصدي؟ يعني أنا فاكر يعني فترة كده مثلًا من 10، 12 سنة ظهر فعلًا مثلًا تيشيرتات للشباب عارف فيها جزء بيلمع، حاجة بسيطة تنزل بيها بالليل عشان هو زي ما الدكتورة قالت الخروج في وقت معين. ابتدى ينتشر في المناطق الأكثر فقرًا، عارف استرسات كتير بقى ونخرج بيها في أي وقت فاهم قصدي؟ هنلبسها. هو ابتدى يقول إيه، أنا يا جماعة هو عاوز يظهر أو في بعض الأفراد منهم طبعًا مش الكل، بيبقى حابب يظهر من طبقة معينة بس الموضوع بيجلي منه شوية، لأ بيروح بيوسع أوي يعني. بيوسع منه، فمن هنا ابتدت تظهر عارف اللي هو فكرة إيه، إن دول بيقلدوا الحاجة لكن تقليد رديء، زي مش high copy لأ ده الquality باظت خالص، بتاعة السلم. فابتدت تظهر فكرة بقى إن أنا من خلال الشكل أعرف هو بينتمي لأي فترة. طب معلش أنا عايز أخش مع حضرتك في حتة اقتصادية أكتر بقى. تمام. الأزمات الاقتصادية أكيد بتأثر على الموضة. تمام. العالم مر بأزمات اقتصادية كتير، بس أنا هاختار الأزمة الاقتصادية الأشهر عمومًا والأقرب لينا هنا دايمًا هي مشكلة التضخم. إزاي التضخم بيأثر على الموضة وبيأثر على لبسي؟ بُص هو أنا يعني إحنا هنتكلم من منظور فكرة اقتصادية طلعت جديدة وفكرة اقتصادية تقليدية. تمام. في العادي التضخم لمّا بيحصل الناس بتقلل شوية من الشرا، بس إحنا لقينا الناس لمّا بتقلل من الشرا بتختار بعض الرفاهيات ذات السعر البسيط، اللي هو إيه مثلًا أنا بدل ما كنت هاشتري هدوم من مثلًا محل سعره غالي أوي، لأ أنا هاشتري قطعة أو قطعتين بس عشان أقلل الدنيا شوية. تمام. ده العادي، وده الاقتصاديين بيلاقوا إن ده الطبيعي، وده اللي المفروض نستنتجه. لاحظنا حاجة بقى غريبة أوي، فاهم؟ إن للأسف وقت التضخم التعلق بالموضة بيزيد. طب إزاي؟ المفروض يعني التضخم بالعكس. الناس معهاش فلوس وتشتري أقل،
فنلاقي مثلا ان الناس طب بتقلل. معلش انا بس قبل اقاطع حضرتك، الحته اللي بتتكلم فيها دي التضخم زاد، العلاقه كده طرديه، التضخم زاد هي المفروض تبقى عكسيه، فتبقى عكسيه. لكن احنا بنلاقيها طب طرديه. حلو بقى، هل ده يعني على المستوى العالم ولا الوطن العربي ولا لا مصر؟ على مستوى العالم كمان. مستوى العالم. فلقينا مثلا ان التضخم يحصل، الناس تقلل من شراء البقاله، تقلل من شراء الحاجات الاساسيه، لكن تيجي عند حاجات عند متعلقه الرفاهيات. بالموضه والرفاهيات تزود. طب في ايه يا جماعه؟ هو ايه ايه السبب؟ قال لك والله ده بيرجع لحاجتين، وكذا تفسير اتقدم، بس يمكن اشهرهم تفسيرين. التفسير الاول ان الناس بتحاول، عارف اللي هو زي مصطلح كده انتشر في مصر اللي هو الطبقه المتشبثه. انا عاوز اثبت ان انا لسه في الطبقه دي، فهزود الشراء من الحاجات اللي بتظهر كده. فبدل مثلا ما انا كنت في العادي بشتري مثلا 3 تيشيرتات من مكان من براند، دلوقتي بسبب تضخم ما عنديش القدره ان انا اشتري منهم، لا انا اخفض حاجتي الاساسيه واروح اشتري من هناك عشان ابين ان انا لسه عندي القدره. موضوع يعني نفسي يعني، عشان ابين مظهر اجتماعي، ابين ان انا لسه عندي القدره قدام الناس، واشبع رغبه ان انا لسه ما انخفضتش في الطبقه مثلا بسبب التضخم، او لسه ما اتاثرتش بالتضخم. دي ناحيه. الناحيه الثانيه ان احيانا بنروح برضو للحاجات، هو ده في مؤشر بجد اسمه كده، وده متعلق بالموضه، هو مؤشر احمر الشفاه. ده مؤشر اقتصادي. المؤشر ده برضو بيزداد قوي مع التضخم. قال لك ببساطه لان اغلب الناس اللي بيتابعوا الموضه هم السيدات. فقال لك خلاص السيدات بيقولوا بدل ما هشتري شنطه غاليه بسعر خرافي بسبب التضخم، لا انا هشتري الاكسسوارات البسيطه اللي سعرها لسه في متناول الايد، فتزود منها الشراء. فاهم قصدي؟ يعني شفت الفكره؟ تزود من احمر الشفاه، تزود. ده فعلا. فقال لك والله بيتتبعوا المبيعات بتاعت الشركات دي، بيلاقوا بتزيد فتره التضخم وبتقل في فتره الرواج العادي. فزي ما قلت لك الفكره ان ساعات بتحصل ازمه زي التضخم، لا نلاقي يعني هو الفكره كلها ان انا الحفاظ على المظهر الاجتماعي بتاعي. تمام. عشان يشبع دافع. عشان يشبع الدافع بتاعه. دكتور رغده، المظهر الاجتماعي للدرجه دي مهم؟ بص، هو المظهر الاجتماعي يعني معلش اقاطعك، قبل ما انا يعني عاوز اكل مثلا، ممكن يكون المظهر الاجتماعي بالنسبه لي نفسيا طاغي عليا لدرجه ان انا ابقى جعان مثلا، بس اهم حاجه شكلي كويس شيك. بص، اولا بيدي ثقه بالنفس جدا. تاني حاجه بقى من الناحيه الاجتماعيه قبول اجتماعي. يعني مثلا حاليا بقى نازل، يعني زمان كان دايما يصوروا القهوه ويشربوا القهوه، بعدها بفتره الايس كوفي، دلوقتي هتلاقي الماتشا. فكله يعني عشان انا انال قبول اجتماعي فلازم بقى لما شربتها بشعه. انا بشرب نجيله ده نجيله. فهتلاقي دايما هم وغاليه قوي والله العظيم. ده انا رحت مش عارف كافيه يعني كده في الجامعه القديمه، السعر ايه ده يعني؟ نجيله بالسعر ده. هو الفكره ان انت كنت عايز تجرب، يعني نالت ذوقك او لا دي هترجع لك. لكن في شباب بيضغطوا على نفسهم جدا علشان يفضلوا في قبول اجتماعي. يعني اصحابنا كلنا رايحين يشربوا ماتشا، فانا عشان ما افضلش لوحدي لازم اروح بقى اشرب ماتشا معاهم. فهو ليها الذوق اصلا ليه كذا جانب اجتماعي. البيئه اللي انا عايشه فيها بتحدد الذوق بتاعي. الاصدقاء صحابي بيحددوا، زي ما انا قلت لك المثال بتاع الماتشا. السوشيال ميديا ليها عامل كبير جدا. طب قبل ما نخش على السوشيال ميديا، احنا هنيجي للنقطه دي، بس في حاجه عايز اقول لك عليها. فلنفرض مثلا انا واحد واقعي، خلاص المظهر الاجتماعي بالنسبه لي انا خلاص ظروفي كده، ولازم انا مسؤول في اسره مثلا، يعني عندي بيت واولاد وكده، والمساله بقى بتاعت المظهر الاجتماعي مش اهم حاجه بالنسبه لي دلوقتي، الاولويه ان انا اكل الناس دي. فانا بدل ما كنت بجيب براند، والتضخم طبعا ما بيرحمش حد لا غني ولا فقير، بس خلينا نقول انه هو خلاص هيبتدي عايز يغير ذوقه، يقلل شويه من البراندات اللي بيشتريها، ينزل طبقه تحت، خلاص مش هيتشبث، هينزل تحت درجه ويغير ذوقه عشان خاطر يوفر فلوس او يوفر للاسره بتاعته. ازاي الاذواق بتتغير؟ انا لو عايز اغير ذوقي اغيره ازاي؟ بص، اول حاجه انت كل ما بتكبر في السن تلقائي ذوقك بيتغير. يعني ذوقك وانت صغير مختلف عن ذوقك وانت شباب، مختلف عن وانت متزوج، مختلف وانت كبير في السن. كل مدى بتزداد فقرا انت. هو ما تاخدش عن الاسره والاولاد، بتزداد فقرا طبعا. لا، كل شكلك زي ما يكون يعني ليها الذوق بتاعها. تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه العامل الثقافي. يعني انت كل ما بتنفتح على ثقافات تانية كل ما بنظرتك في الموضه بتتغير. يعني كل ما بتتطور كل ما نظرتك بتتغير وبتعرف حاجات جديده. فنظرتك في الموضه كمان بتتغير.
بعد كده زي ما قلنا العامل الاجتماعي اللي هو البيئة اللي أنت عايش فيها، الأصدقاء، السوشيال ميديا، بس مش بالضرورة اللي بيليق على غيري ممكن يليق عليا، يعني لازم أفكر قوي في النقطة دي، مش عشان أنال قبول اجتماعي في المجتمع فأنا أعمل حاجة عكس هويتي أنا أو عكس الرغبات بتاعتي. يعني بالظبط، قصدك مثلا ان انا عادي، يعني مش شرط ان انا يعني ابين ان انا بقيت فقير قوي يعني عشان خاطر احافظ على فلوس او الدخل بتاعي اوفره، لا يعني ممكن اجيب حاجات في متناولي. مش لازم ساعة براند، بس ممكن ساعة شكلها حلو ساعة شيك. يعني بالظبط، حاجة تكون شيك. طيب على ذكر مش لازم ابقى جايبه ايفون مثلا، ممكن اجيب موبايل يكون برضو كويس. فللاسف لدرجه ان في ناس اصلا ممكن تعمل كارد علشان تروح تشتري ده ايفون وموبايلات يعني في ناس بتشتغل، يعني ده نماذج احنا بنشوفها في جيلنا بالذات، بتشتغل وبياخد راتب مثلا وليكن 6-7 آلاف جنيه ويروح يحطهم مقدم في تليفون كل المرتب بتاعه ويقسط البيع عشان يبقى اسمه معاه موبايل ب20-30 ألف جنيه. فدي حاجة يعني الواحد بيستغرب منها الحقيقة. دكتور محمد بقى، على ذكر تغيير الأذواق، دلوقتي أنا مثلا بلبس براندات، بس زي ما قلنا التضخم ما بيرحمش، فقررت ان انا اغير من الذوق بتاعي. في اتجاه دلوقتي منتشر وهو اتجاه الملابس المستعمله. تمام، الملابس المستعمله حتى بنشوف ان بدأ بيتعمل المولات ومحلات ومعروف ان دي ملابس مستعمله وبالكيلو. الملابس المستعمله هي ضروره اقتصاديه، يعني لما بيحصل مشكله اقتصاديه زي او تضخم يعني ايا كان في اي دوله ما، هل الملابس المستعمله اصبحت ضروره اقتصاديه ولا هي فكره موضه ذكيه؟ انا يعني بلعبها برضو على الناس كده اللي هو اشتروا الملابس المستعمله، لدرجه ان في حاجات بيتم الترويج مثلا يقول لك والله ده ملابس مستعمله بس ده بالتيكت بتاعها، والجاكيت مثلا اللي ب 2000 جنيه هنا تلاقيه ب 600-700 جنيه. بص، خلينا متفقين ان فكره الملابس المستعمله بالنسبه لنا احنا كوطن عربي يمكن لسه جديده شويه، تمام. بس شفناها بره كتير اه وكان في دول كتير رحناها لقينا ان لا، الموضوع منتشر وده العادي. مم. فاهم قصدي؟ مم. طيب هي بتعمل وفرات اقتصاديه ولا لا؟ بتعمل كتير. مم. بتعمل كتير ليه؟ اولا بتخلي قدامك فرايتي كبيره. مم. تاني حاجه زي ما قلنا فكره اللي هو ايه، انا مش ههدر فعلا موارد. اصل خلي بالك انت ممكن تبص على الموارد، اللبس دي حاجه هنا لبس، لا هو في الحقيقه اللبس ده مورد من الموارد. فانا لما اهدر لبس كتير، عارف اللي بهدر موارد ايه كتير. طيب وجود ملابس مستعمله، لا ده بيفتح الفرايتي اكتر، بيخلي زي ما قلت لك سعر اقل، او سوري براندات كبيره يعني تنزل بسعر اقل، ما يحصلش هدر كتير للملابس. فاهم قصدي؟ فبالتالي لا، انا شايف ان هي فكره اقتصاديه جدا وصحيه جدا للاقتصاد. ده بالعكس، انا كنت بحس ان اقتصادياتنا هي اللي فيها مشكله عشان مش متقبله الفكره دي. صح. في ناس يعني هي بالظبط، يعني ممكن تلاقي الحاجه براند وبالتيكت بتاعها بس هو مش عايز يخش المكان عشان مبقاش اسمه اشترى. فاهم قصدي؟ من الرسوم المستعمل. لا، وفي يعني عارف انت في مناطق بره كتير بقى، يعني شفتها في بلغاريا قبل كده لما سافرت، عارف محلات بتبيع بالكيلو. فلما احنا طبعا كان الناس بقى مصريين مستغربين بالكيلو ايه ده ازاي يعني، مش عارف ايه. قال لك لا دي مستعمله. طيب تبص مثلا، لا في حاجات كويسه، بس برضو طبعا في ثقافتنا احنا يمكن هي لسه بعيده شويه عن لسه فكره اللي هو ايه، لا ازاي طب ما انا اجيب حاجه مش عاوزين نعيش عشتنا. لكن زي ما قلت لك السعر الاقتصادي بقى، ما هي عارف انت اللي هو ايه، هنا الاقتصاد احيانا بيضطر يتدخل يعمل عمليه جراحيه. طب تمام، انت عاوز تلبس كذا، ده هيكلف كذا، هيكلف السعر الحقيقي. خلي بالك برضو ان احنا فتره كبيره قوي كنا علينا من فكره ان في دعم على كل حاجه فالاسعار مش حقيقيه، وده غلط. لكن الاقتصاد الصحي الاسعار بتاعته حقيقيه. يعني اقول لك القميص ده مكلفني 100 جنيه فانا هبيعه لك ب 105 عشان مش هينفع ابيعه لك باكتر من كده. انت عاوز حاجه ارخص فهتروح لليوزد، هيبقى ارخص. تمام، يعني بديل بوفر لك عشان نوفر براحتك بقى انت وبديل صحي، لان ده المفروض ان يكون في كذا بديل قدام. عشان كده مثلا تلاقينا فكره العربيات المستعمله دي منتشره من زمان لانها بديل صحي. صحيح. فاهم قصدي؟ بالظبط، يعني ممكن تكون العربيه انا العربيه كويسه بس حد غير. لان فكره برضو يعني مثلا عارف اللي هو احنا ساعات برضو زي ما انت بتقول كده بسطها لك فمن وعي الناس. فكره ان انا الهدوم مثلا مستعمله ده هو شخص سابها او رماها، او لا هو ممكن يكون شخص مثلا تحتم عليه الظروف ان هو يغير من الهدوم اللي عنده بصفه مستدامه. طب هو ايه ده؟ يعني في ناس بيبقى عندها لازم تغير هدومها او تشتري هدوم جديده على طول. في ناس طبيعه شغلها بتبقى مقتضيه كده، فاذا هو ما بقاش عنده فكره تفاخر. انا مش بجيب هدوم جديده عشان اتفاخر، لا انا بجيب هدوم جديده لضروره.
فاهم قصدي ازاي؟ فبقى ضروره مثلا ان هو عارف انت، في مثلا واحد صاحبي في مره كان بيقول لي هو بيعمل صفقات، فبيقول لي انا لو ما دخلتش على اللي انا هعمل معاه الديل بايفون وحطيت له مفتاح مش عارف العربيه اللي نوعها ايه، الراجل ممكن الثقه بتاعته تتهز ويبوظ الصفقه. انت فهمت قصدي؟ فاذا بالنسبه له هو الايفون او الهدوم الجديده او الهدوم البراند مش رفاهيه او تفاخر، ده بالنسبه له حاجه اساسيه. بعد فتره هو بيغيرها، فاحنا محتاجين خلاص ده كده مورد واتقلب، هل هنسيبه؟ لا، ممكن حد تاني يعيد استخدامه. يعني فبالتالي هي انا شايف ان ده حاجه باختصار هي صحيه. ضروره اقتصاديه. هو حاجه صحيه مش ضروره بس، اقتصاد صحي. طب وهي دكتوره رغده، لو هي ضروره اقتصاديه، ازاي انا بقى اقدر انشر الثقافه دي؟ يعني الكلام اللي قاله دكتور محمد دلوقتي هو زي ما قلنا المشكله كلها ان الناس ما عندهاش لسه الفكر ده. انا ازاي اقدر انشر ده؟ عندنا مثلا السوشيال ميديا، ازاي السوشيال ميديا تقدر ان هي تستخدم الكلام ده وتنشره للناس بحيث ان هي توعيهم؟ يعني مثلا بنشوف مثلا عندنا اللابتوب اللي بيجي بيقول لك ده استعمال خارجي مثلا بيبقى سعره ارخص شويه. فكره برضو السيارات المستعمله بتلاقي السعر ارخص شويه. ازاي استخدم السوشيال ميديا في ان هي تنشر لي ثقافه يا جماعه الملابس المستعمله حاجه صحيه؟ بص، هو انا من فتره كده شفت مبادره كانت عن الملابس، ان في بنت اسمها سمر سليم او سالم بتجمع الملابس المستعمله بس ما تكونش مهلوكه، اللي هو ايه، حاجه عندي في الدولاب لبستها مره مرتين فهي بتاخدها وتعمل لها بتنظفها كويس جدا وتبدا انها تعمل لها اعاده تدوير وتعمل بيها معرض كبير. فالنماذج دي دايما احنا بنميل ان احنا نقلد المشهورين او نشوف السوشيال ميديا على طول. فاعتقد ان في على عاتقهم مسؤولية كبيرة قوي ان هم يبدأوا هم اللي ينشروا الثقافة دي. اي حد في مكانه يقدر ان هو ينشر الثقافة دي. انا مثلا في الجامعة مش لازم كل مرة ادخل محاضرة بلبس جديد، ممكن اروح اكتر من مرة بنفس الطقم عادي، اوصل لهم فكرة ان عادي يا جماعة تلبسوا الحاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة. فاهم قصدي؟ طب المؤثرين على السوشيال ميديا ممكن يكون ليهم دور في الموضوع ده؟ يعني احنا بنشوف مثلا ان المؤثرين في ناس بتسمع كلامهم، يعني اللي بيقول لك انا فود بلوجر او انا مش عارف فاشون ايه والكلام ده، تلاقي مثلا الناس بتسمع كلامهم وتروح وتدور وبالعكس بيدفع لهم فلوس عشان خاطر يقولوا ويعملوا. هل هم ممكن يكون ليهم دور وممكن هم فعلا يتكلموا في موضوع الملابس المستعمله؟ بنسبة كبيرة بنسبة كبيرة أصلا على يعني معظم الشباب دلوقتي بيقلد البلوجر، بيقلد المشهورين بشكل يعني صعب قوي. ف أنا شايفة إن هم ليهم دور كبير قوي في إن هم ينشروا إن عادي مش كل حاجة لازم نجربها، مش كل حاجة لازم نروح نشتريها، مش لازم يبقى عندي منتجات كتير علشان أبقى حلوة أو أبقى واثقة في نفسي أو أنال قبول اجتماعي. لأ، بقلل إمكانيات أنا ممكن أطلع إن أنا يبقى شكلي كويس. فاهم قصدي؟ حاجة تانية، مش لازم طول الوقت أنزل صورة بنفس بلبس مختلف، ممكن عادي. يعني هو كمان عملت عاتق يعني بالنسبة لإيه إن أنا طول الوقت لازم أنزل صورة على السوشيال ميديا وأشيرها يكون شكلي حلو فيها وبلبس جديد. لا عادي، يعني ممكن نستخدم المؤثرين دول كأدوات للتسويق. بالظبط. دكتور محمد، لو استخدمنا المؤثرين دول بقى كأدوات للتسويق، هل المؤثرين على السوشيال ميديا لسه في ثقة ان انا يعني اسمع كلامه؟ يعني مثلا بنشوف انه كلنا عارفين ان البلوجرز او الناس دول هم بياخدوا مقابل مادي، او ان هو مثلا بيديله هدية من الحاجة دي او ايا كان مجانا في مقابل ان هو يقول ريفيو كويس. هل لسه في ثقة او هيبقى فيهم ثقة لما يطلعوا يقولوا يا جماعة والله ممكن نستخدم الملابس المستعملة؟ بس خلينا برضو نتكلم عن المؤثرين كتير وانواعهم كتير قوي على السوشيال ميديا. فاهم قصدي؟ ففي منهم اللي بيبني ده صح. يعني كتير قوي مثلا بشوف مؤثرين قوي يقول لك ايه، والله انا معلش يا جماعه الشركه الفلانيه بعتت لي المنتج بس انا لسه ما جربتوش عشان لسه هجربه وبعد كده اقول لكم الرد فعل. فهو كده بيبني ثقه مع تمام. بالتالي الناس هتروح ناحيته وهتبتدي تشوف ايه اللي هو بيعمله. لو قال مثلا رحت مكان الفلاني وجبت من عنده ودي هدوم يوزد تقدروا تشتروا من عنده ودي هدوم كويسه فالناس هتبتدي تروح لكده. ويمكن ظهرت من فتره كذا مؤثر على السوشيال ميديا الفتره الاخيره ان هو ابتدوا يتكلموا على اسواق زي اسواق الوكاله والكلام دوت وينزلوا هناك وفيها ملابس كويسه، لدرجه ان انا يمكن شفت فيديو واحد بيقول يا جماعه بعد اذنكم غليتوا اسعار الوكاله. انت فاهم الفكره؟ لان الطلب اتحرك ناحيتها. هو فعلا اسعارها حتى فانت اسعارها زادت، فاذا انتوا حرمتوا طبقه تانية من ان هي تستمتع بالحاجه دي اللي كانت ده مصدر او المكان بتاعها الوحيد. فاهم قصدي؟ فلا هم بيأثروا كتير. بس احيانا
بيحصل بقى الربط اللي احنا ممكن نبقى مش حابين. ايوه. بمعنى ممكن تلاقي مثلا مؤثر عارف هو عاوز ينتشر فبيطلع بمظهر غريب ويقول لك يلا اعملوا اشتروا من سوق المستعمل، فيحصل عند اللي عارف اللي هو ايه الناس ربط بين المظهر الغريب ده وسوق المستعمل. فيبتدي يقول لك ايه ده، طب انا الناس اللي بتروح المكان ده بيبقى شكلها كده فانا مش هروح. مش هروح. فاهم قصدي ازاي؟ فده للاسف اللي احيانا بيعملوه. فلو في ناس مؤثرين واعيين هم اللي ابتدوا ينشروا الفكره دي، فلو مثلا عاوزين ناس هتعمل حمله تختار المؤثرين اللي فعلا بيبنوا الثقه. لكن ما اظنش برضو خلي بالك حد من المؤثرين اللي انت بتقول عليهم اللي هم بياخدوا مثلا فلوس بمقابل هيروح يتطرق للقضيه دي، لان دي مش بتاعته. هو مش هدفه ان هو فعلا ياثر في صالح المجتمع، هو هدفه يمكن مكسب مادي، وده صالحه. خلي بالك احنا اقتصاديين بنشوف ان ده حقه، لان في ناس كتير بتشتغل علشان كده مفيش مشكله، بس مش هيتطرق للنقطه دي لان ده مش هدف. هو مش هدف. دكتور محمد احنا عايزين بقى نطلع يعني نبص نظره كده من فوق ونتكلم عن العولمه. دكتوره رغده، هل العولمه فعلا اذابت الخصوصيه والثقافه ما بين المجتمعات، اصبح كله مفتوح على كله؟ بص ما اقدرش اقول لك كده بشكل جذري، ولكن هي عملت حاجه اسمها تهجين ثقافي. يعني ايه؟ يعني انا بحافظ على الثقافه الاصليه وفي نفس الوقت بقبل الثقافه الدخيله او الجديده الوافده عليا. تمام. يعني ايه؟ يعني مثلا انا باكل سوشي وفي نفس الوقت باكل فول وطعميه عادي جدا، اللي هو الثقافه الاصيله اللي عندي، اللي هو لسه جوايا يعني. لسه جوايا، وفي نفس الوقت بقبل عايز الثقافه الجديده. فهي عملت تهجين ثقافي وعملت حاجه تانية تبادل ثقافي، ان انا عادي ممكن اكل حاجه في الصين، ممكن اكل حاجه في كوريا، ممكن اجرب حاجه لبسه او ايا كان من كل بلاد العالم. فهي عملت لي تهجين ثقافي وسهلت عليا كله فاتح على كله. وكله عايز يجرب. وده منظور السيوله اللي احنا اتكلمنا عليها في اول طب دكتور محمد معلش، العولمه اسبابها اقتصاديه؟ يعني هل من فكره ان انا عاوز افتح المجتمعات على بعض وثقافه ده تخش على ده وده يتكلم ويعتبر يعني مجازيا احنا شلنا الحدود، هل الاسباب بتاعتها اسباب اقتصاديه عشان خاطر ان انا المنتجات تتباع في اكبر قدر ممكن من الاسواق؟ بص خلينا يعني مش بنقول اسبابها، لان هي نتيجه لحاجات كتير، يمكن من اهمهم التكنولوجيا. يعني الدنيا لما اتطورت تكنولوجيا ابتدينا نشوف العولمه بتظهر بوضوح. ان بقيت انا اقدر اتفرج على منتجات من الصين واشتريها، بقيت انا اتفرج او اجرب اكله من المكسيك واجيبها. فاهم قصدي؟ لسه يمكن كان في حدث قريب كان مشهور على السوشيال ميديا، قال لك ان في ناس عملوا مشروع عيش مصري بره. فاهم الفكره؟ وابتدى يتخلق له طلب مش من المصريين بس، ده من الاجانب اللي بره كمان، اللي بره عايزين يجربوا، يعني عاوزين يجرب. فهي العولمه مش هنقول نتيجه لاسباب اقتصاديه، لا هي اسباب كتير قوي ممكن تكون من ضمنها طبعا اسباب اقتصاديه. تمام، لان مش عارف يمكن عشان الاقتصاد ولا ده العرف اللي احنا بيقول لك اغلب القرارات اللي بنتخذها في حياتنا بيبقى وراها قرار اقتصادي في الاصل. اشبع رغبه عندي، احقق حاجه انا عاوزها. فاهم قصدي؟ فنقدر بقى نقول لو عولمه فادت المجتمع اقتصاديا طبعا كتير، فتحت لي اسواق اكبر، خلتني استغل موارد اكتر بطريقه امثل. يعني اللي هو مثلا بدل ما انا كان عندي حته ارض، عندي فكره او فكرتين هشتغل عليهم، لا ده انا بقى عندي افكار كتير. حاجه زي ما قلت لك الملابس اليوزد بسبب العولمه، شفناها بره، الناس متعايشه معاها بره، الاقتصاد كفء بيها بره، طب ليه ما ننقلش الفكره دي ايه عندنا؟ فاتنقلت لنا. عارف بقى زمان كان يجي يقول لك ده فلان صاحب نقل الفكره، دلوقتي لا، بسبب السوشيال ميديا والانفتاح اللي احنا بقينا فيه خلاص فبقت الثقافه ذات نفسها بتتنقل مره واحده. ما اقدرش امسك مين اللي نقل بسرعه جدا، بس اقول والله احنا خدنا الثقافه دي من كذا. فاهم قصدي؟ فهي مفيده، احيانا للاسف بتعمل اذابه للهويه. هي دي المشكله بقى اللي بتكلم فيها، اذابه الهويه. ودي اللي احنا يعني الوطن العربي بتاعنا عموما هو اكتر يعني منطقه في العالم هي اتعرضت لذوبان الهويه بتاعتها بسبب يعني الثقافات اللي دخلت عليه. دكتور محمد انا بشكرك جدا، شكرا جزيلا لحضرتك. دكتوره رغده شكرا جزيلا لحضرتك. صديقي البسيط، اتمنى اكون قدرت ابسطها لك. ممكن تكون غيرت رايك وممكن لا، مش مهم، المهم ان انت تكون عرفت اجابه لاسئلتك. ممكن يكون فعلا زي ما قلت لك الاقتصاد بيختار لك، او ممكن تكون فاكر ان انت اللي بتختار لنفسك. ممكن يكون الموضه هي لغتك الاجتماعيه وممكن يكون لا. اشوفك ان شاء الله المره الجايه، واتمنى ان انا اكون بسطتها لك. شكرا.